لو انت متخيل انك لما تمسح صورة او فيديو من التليفون بتاعك بتتمسح بشكل نهائي يبقى انت غلطان. والدليل على الكلام ده الصور اللي حضراتكم شايفينها دي ممسوحة من على التليفون ده ليها اكتر من سنتين، وقدرنا نسترجعها بكل سهولة. عايز تفهم الحكاية كمل الفيديو للنهاية. اهلا وسهلا متابعين قناة تريكاية. موضوعنا اللي هنتكلم عليه النهاردة هو كيفية استرجاع الصور والفيديوهات اللي اتحذفت من التليفون مرة تانية. بداية كده موضوع استرجاع الصور والفيديوهات اللي اتمسحت من التليفون مرة تانية، الموضوع ده فيه ميزة وفي نفس الوقت فيه عيب. فيه ميزة لما يكون التليفون بتاعي موجود معايا واتحذفت منه صور وفيديوهات وقدرت استرجعها مرة تانية، والموضوع ده يكون فيه عيب ومشكلة كبيرة لما يكون التليفون بتاعي بعته لشخص تاني، وقبل ما ابيعه عملت اللي عليا وحذفت كل الصور والفيديوهات وعملت فورمات، لكن الشخص اللي بعته له عرف يسترجع الصور والفيديوهات الخاصة بي ويطلع على خصوصياتي. عشان كده في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح فيه ازاي نرجع الصور والفيديوهات اللي اتمسحت من تليفونك حتى لو ليها فترة طويلة. تاني حاجة لو حابين نخصص فيديو تاني نشرح فيه طريقة مجربة 100% هتساعدك انك تمسح الصور والفيديوهات الخاصة بيك من جذورها بشكل نهائي، عشان لو حبيت تبيع تليفونك يبقى انت في الامان، محدش هيعرف يسترجع صورك وفيديوهاتك اللي كانت على تليفونك. كل اللي حضرتك هتعمله اكتب لي في التعليقات انك عايز الفيديو ده واشترك في القناة وفعل زر الجرس وهيوصل لحضرتك اشعار لما يتم الانتهاء من الفيديو ورفعه على القناة. نرجع لموضوعنا الأساسي وهو إزاي نرجع الصور والفيديوهات اللي اتمسحت من التليفون مرة تانية. في نقطة مهمة جدا عايزك تعرفها عشان هي اللي هتفهمك الموضوع كله. هو ليه لما امسح صورة أو فيديو من تليفوني ما بتتمسحش بشكل نهائي وتفضل فيه إمكانية لاسترجاعها مرة تانية؟ أنا هشرح لك الموضوع سريعا بطريقة مبسطة وبدون تعقيد. مبدئيا كده انت تعرف عملية تخزين البيانات في تليفونك بتتم ازاي؟ يعني الصور والفيديوهات والملفات بتتخزن ازاي في التليفون؟ تعالوا نضرب مثال نوضح فيه ازاي بتتم عملية التخزين في التليفون. عملية التخزين في التليفون زي بالظبط لما يكون معاك مكتبة ومليانة بالكتب، وكل كتاب متخزن في رف معين داخل المكتبة، وطبعا مع المكتبة حاجة مهمة جدا لا غنى عنها اسمها الأرشيف. الأرشيف ده بيكون مكتوب فيه اسم الكتاب ومكانه موجود فين في المكتبة، بحيث لو حبيت أجمع كتاب معين أبحث عليه في الأرشيف وأشوف مكانه فين في المكتبة عشان ما اتعبش وأنا بدور عليه. ده النظام والسيستم المتبع في المكتبة. نفس الكلام موجود في التليفون. أي تليفون موجود فيه حاجتين عشان عملية التخزين والحفظ، حاجة اسمها الذاكرة ودي اللي بتتخزن فيها الصور والفيديوهات والملفات على تليفونك، والحاجة التانية اسمها نظام تخزين الملفات اللي هو بالظبط زي الأرشيف بتاع المكتبة. ونظام الملفات ده بتتخزن فيه بيانات الملفات اللي هي الصور والفيديوهات والملفات ومتخزنة فين في الذاكرة. فتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل لما نعمل حفظ لصورة أو فيديو على تليفوننا. بمجرد ما تعمل حفظ لصورة أو فيديو بتتخزن مباشرة في ذاكرة الهاتف، وبتتخزن أيضا في نظام الملفات بيان هذه الصورة ومتخزنة فين في الذاكرة. عشان كده حضرتك لما تعمل ديليت أو مسح لأي صورة أو فيديو من على تليفونك بتتمسح فقط من الأرشيف أو نظام الملفات، وتفضل موجودة ومتخزنة زي ما هي في الذاكرة. حتى لما تعمل فورمات كامل لتليفونك بتتمسح كل البيانات المتخزنة في نظام الملفات أو الأرشيف فقط، لكن البيانات والملفات المتخزنة في الذاكرة بتفضل موجودة زي ما هي. عشان كده لو عايز نرجع الصور والفيديوهات اللي اتحذفت من تليفونك كل اللي هتعمله هتبحث عنها في المكان ده اللي هي ذاكرة الهاتف، وده اللي بتعمله تطبيقات الريكفري. التطبيقات دي طبعا بتبقى مصممة بتكنولوجي معينة بتقدر تعمل اسكان للذاكرة وتبدأ تسترجع الصور والفيديوهات المحذوفة من تليفونك بكل سهولة. طبعا في تطبيقات كتيرة بتستخدم في استرجاع الصور والفيديوهات، منها تطبيقات مدفوعة وفي منها تطبيقات مجانية. وفي الفيديو ده ان شاء الله جبت لك اشهر تطبيق لاسترجاع الصور والفيديوهات. التطبيق ممتاز وسهل الاستخدام ومناسب لمعظم الهواتف، وموجود في متجر جوجل بلاي يعني التطبيق آمن، والتطبيق اسمه ديسك ديجر.
هندخل على متجر جوجل ونكتب اسم التطبيق في البحث ديسك ديجر. هيظهر معاك التطبيق، هتعمله تثبيت على تليفونك. بمجرد الانتهاء من التثبيت هنفتح التطبيق زي ما واضح أمامنا. واجهة التطبيق سهلة، عبارة عن اختيارين. الاختيار الأول اللي هو بدء مسح الصور الأساسي، الاختيار ده خاص باسترجاع الصور، والاختيار التاني خاص باسترجاع ملفات الفيديو. هنبدأ نشرح الاختيار الأول الخاص باسترجاع الصور المحذوفة. هنضغط على بدء مسح الصور الأساسي، وهنا هتظهر معاك رسالة بتطلب إنك تسمح للتطبيق الوصول إلى الملفات. هنضغط على الانتقال إلى الإعدادات، وهنا هنبحث عن اسم التطبيق ديسك ديجر ونضغط عليه عشان يتعمل له سماح. بعد كده نضغط رجوع، وهنا التطبيق زي ما انت شايف بيعمل سكان على الذاكرة بتاعة التليفون، وهيبدأ يظهر لك كل الصور المتخزنة في الذاكرة، سواء اللي انت حذفتها او لسه موجودة على تليفونك. بعد ما التطبيق يخلص سكان، هنا ليك الاختيار. لو عايز تسترجع صورة معينة او عدة صور، بتبدأ تعمل سيلكت للصور اللي عايز تسترجعها. اما لو عايز تسترجع كل الصور، هتضغط على 3 دوتس دول، الثلاث نقاط دول، وتختار بعد كده تحديد الكل. هتلاقي كل الصور تم تحديدها. بعد كده بتختار استعادة، بتظهر معاك 3 اختيارات بمجرد ما تضغط على استعادة. الاختيارات بيقولك الصور اللي انت هتسترجعها هتخزنها فين، فهنا هنختار الاختيار التاني عشان يتحفظوا في التليفون. بمجرد ما تضغط على الاختيار التاني فهيسألك عايز تحفظهم فين في التليفون، هتختار اي فولدر. بعد كده نضغط على استخدام هذا المجلد، وهنا ممكن تظهر لك رسالة تانية بالسماح للتطبيق بالوصول، هتعمل له سماح. بعد كده هتظهر الرسالة دي، هنضغط لا شكرا، وبكده تم استرجاع الصور المحذوفة. نفس الكلام ده هتعمله في استرجاع ملفات الفيديو. فبمجرد الضغط على الاختيار التاني الخاص باسترجاع ملفات الفيديو، التطبيق ايضا هيعمل اسكان على الذاكرة وهيعرض لك كل ملفات الفيديو، سواء اللي اتحذفت او لسه موجودة على تليفونك. هتحدد اللي انت عايزه وتعمل له استعادة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.